السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى باش الجميع يكون بألف خير إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نجاوبوا فيه على التساؤلات ديال الناس اللي تيقول لك علاش انايا النهار ديال العيد كتخسر ليا الثلاجه، اولا النهار ديال العيد الكونجيلاتور ما كيبقاش يجمد ليا، واللحم فاش كنديرو في الكونجيلاتور كيبقى كما درتو اولا كيفسد. غادي نتكلموا على الثلاجات ديال نون فروست، الثلاجات اللي كيخدموا بالريح يعني غير بالهواء، اللي ما كيديروش داك الثلج، حيت الثلاجات القدام اللي كنعرفوا كانوا كيديروا لاكوش ديال الثلج في الكونجيلاتور. كنا كنلقاو بحال هكا الكونجيلاتور عندنا هنايا الطبقه ديال الثلج الفوق لتحت، ما كانش فيهم هذا المشكل نهائيا. واخا يمكن لكم تعمروا الكونجيلاتور كامل باللحم راه غادي يجمد وما غادي يبقى حتى شي مشكل. ولكن دابا مع هاد الثلاجات هادو اللي كيخدموا بالريح راه ما غاديش يمكن لكم تستوكيو الفريغو كما كنقولوا في دقه واحده، يعني غادي تجيبوا اللحم غتقطعوه وتبقاو غير كتستفوا وتعمروا وتبقاو مره ترجعوا تطلوا تلقاوه جمد، راه غتلقاوه كما خليتوه، حيت الاغلبيه ديال الناس كما قلت لكم كيعمروا الكونجيلاتور في دقه واحده وكيسدوا لينا هاد التثقيبات هادو اللي كتشوفوا ديال الهواء هادو. الا بقيتو كتطلعوا اللحم في لي بلاستيك وسديتو هادو وطلعتو عاوتاني للجهه هنايا، اولا طلعتو لهاد النفيسه هنا عاوتاني اللي كاينه الفوق هنا، حيت هادو كاين اللي كيزول هاد المجر وكيزول حتى هادي، يعني كيولي الكونجيلاتور كامل خاوي. وطلعتو سديتو لينا هاد البليصه هادي وهادي كراهيه حتى هي تستفوا الميكات عليها وتستفوا الكونجيلاتور حتى لهنا وسديتو. وكاينه حتى هاد البليصه هادي راه بارفو كيحطوا على كلشي، يعني الكونجيلاتور كامل كيعمر. هكا الا عمرتوا الكونجيلاتور ديالكم وسديتوه راه واخا تبقى تنهار داك اللحم كما حطيتوه غادي يبقى ما غاديش يتكونجلا، وتقدر الثلاجه كامله ما غاديش تبقى تبرد. يعني الا بغيتوا الكونجيلاتور ديالكم يخدم لكم مزيان والثلاجه تبقى مزيانه في الوقيته ديال العيد، حاولوا انكم لا تستفتوا اللحيمه ديالكم ما توصلوش لهاد التثقيبات هادو يبقاو ديما كيبانوا، حيت هما اللي كيخرجوا لينا داك الهواء ديال التبريد ديال الكونجيلاتور، وهما اللي مسؤولين تاع التبريد ديال الثلاجه من التحت. ديما ايفيتيو انكم تحطوا اللحم قريبه لهاد التثقيبات اولا تسدوهم، خليوهم ديما باينين. كحزوا شي شويه لهنا وحطوا اللحيمه ديالكم هنا عاوتاني كحزوا شي شويه عليهم، طلعوا النيفو حتى لهنا، ملي توصلوا لهنا ما تقيسوهمش، بعدوا عليهم شويه ونزلوا هكا باش الهواء تبقى كتسيركولي في الثلاجه ديالنا كامله، واي حاجه حطيتوها ان شاء الله غادي تجمد. كنتمنى باش الفيديو ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه ولو غير شويه، وشكرا بزاف للتتبع ديالكم اصدقائي. وكنتمنى اللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما يبخلش عليا بالاشتراك، وشكرا جزيلا، الى اللقاء.